السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن يكون الجميع بخير وبأفضل الأحوال. إذن يا أصدقائي، خلال هذه الفترة الأخيرة تم طرح العديد من التساؤلات، وكانت هذه التساؤلات من طرف سواء الحاقدين أو الحاسدين أي الضراطين بصفة عامة، أو من طرف بعض المتابعين الأوفياء. وهذه التساؤلات أردت أن أجيب عليها لكي أنير عقول هؤلاء الشباب، وأيضا كفيديو تعليمي عن الاستعلامات والاستخبارات بصفة عامة، وأيضا من جانب الاختراق والقرصنة وكشف الاختراق أو التنصت. إذن يا أصدقائي، أول شيء نذهب إليه هو كيف تم اختراق صحفية قناة النهار. لمن شاهد هذا اللقاء في قناة النهار، هناك خلال هذا الفيديو أنا قمت باختراق والدخول لهاتف هذه الصحفية، وأيضا قمت بشيء آخر هو اتصال برقم والدتها إليها. كيف تم ذلك وهل هذا مستحيل؟ يقول بعض الضراطين أن هذا غير ممكن، لأنهم لا يفقهون شيء، ولأنهم نوبز وتشاشين لا يستطيعون فعل ذلك. لكن الأمر في غاية السهولة، الأمر لا يحتاج إلى مهارة أو ذكاء عالي، مجرد ويفي جاكين. هذا اسمه واي فاي جاكين. عندما أتت هذه الصحفية في هذه الفيلا، وأنا أملك هنا الواي فاي، قامت باتصال قبل أن ندير اللقاء. يعني هي اتصلت بالواي فاي نتاعي، وعندما قامت باتصال بالواي فاي أي شبكتي، أستطيع الدخول إليها بكل سهولة واستهداف الهاتف الخاص بها من نوع أندرويد. والأندرويد يا أعزائي فيه العديد من الثغرات. كانت هذه عبر ثغرة خاصة. إذن يا أصدقائي، السؤال المهم هو كيف تمكن إسماعيل مان من اختراق هاتف صحفية قناة النهار، وما هي الميثود التي عمل بها. يقول بعض الضراطين والتشاشين أن هذا الأمر غير ممكن ومستحيل. لماذا؟ لأنهم مبتدئين وليس لديهم علاقة بالهاكينج، مجرد كلاب نابحة، وليس لديهم أي مستوى علمي أو تكنولوجي أو في السايبر سيكوريتي أو في الهاكينج إطلاقا. لأن هذا الأمر هو في غاية البساطة وفي غاية السهولة. لكي نخترق هاتف مذيعة قناة النهار نحتاج إلى اثنين. أول شيء يا أصدقائي هو الواي فاي جاكينج، وهذه الميثود معروفة بزاف، يعني ما كاش ما يعرفهاش في عالم اختراق، خاصة الهاكرز المحترفين. والطريقة الثانية هي SS7، يعني نحتاج إلى two methods. عندما قدمت مذيعة قناة النهار إلى مكاني هنا، أنا لدي واي فاي خاص بي، يعني ويفي. هي اتصلت بالويفي قبل أن نجري المقابلة. بمجرد أنها اتصلت بالواي فاي أستطيع الدخول إلى هاتفها، وتم فعل ذلك قبل أن نبدأ المقابلة، أي أنه اختراق مسبق. هذا أول شيء. ثاني شيء، لما ندخلوا للهاتف نتاعها نحتاج لكي نتصل عليها برقم والدتها. هذه هي شوية صعبة. إذا نحتاج هنا إلى خدمة SS7 بمزود خاص Voice over IP. نستطيع أن نتحصل على GSM السيم نتاعها وندير لها كلون.
لما نعمل كلون بالاس اس 7 نستطيع اتصال برقم والدتها عليها. هذا الأمر صحيح أنه فيه العديد من العمل، لكنه ممكن وتم فعل ذلك. تقدر يعني توري الهاتف يعني في الكاميرا؟ أكيد. يلا. صراحة هناك مذيعة قناة النهار كانت جميلة بصراحة يعني. أنت ماما تعيط ليه؟ هي اللي تعيط ولا أنت لك تعيط؟ لا. إذا يا أصدقائي هنا كاين أمر ثاني. هنا أستخدم طابلات. هذه الطابلات يا أعزائي هي مبرمجة سلفا ومعدة لكي نقوم باستخدام التيرمينال. والتيرمينال الهاكرز محترفين وليس ضراطين يعرفوها التيرمينال نتاع لينكس. هذه التيرمينال فيها العديد من الثغرات، وتحتوي على روت سباك، وتحتوي على أيضا اتصال العكسي، وتحتوي على اتصال بسيرفر SS7. هذا كل ما في الأمر. وهناك طرق عديدة يريد مني البعض كشفها، لكن لا أستطيع ذلك للأسف. عليكم أن تكونوا في مستوى قوي لكي تتمكنوا أنتم أيضا من استخدام هذا النوع من الثغرات. إذا يا أصدقائي ننتقل إلى الموضوع الثاني. يقول البعض أنه من المستحيل أن لا يتم التقاط بصمة عينك في هذا اللقاء. ومجددا هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، لأن هؤلاء الضراطين لا يدركون أي شيء حول هذه المعلومات الاستخباراتية والأمنية. هم يتحدثون مثلا عن بصمة العين، ويقولون في هذا اللقاء يمكن معرفة بصمة عينك، وهذا غير صحيح على الإطلاق. لأن الآي برينت إذا كانوا يدركون أو يفهمون بعض من اللغة الإنجليزية ومصطلحات علمية، يقرؤون هذه المقالات في الحكومة الأمريكية عبر مواقعهم، وأيضا في مواقع أخرى. لا يمكن أبدا التقاط بصمة العين من خلال كاميرا عادية، غير ممكن. لكي نلتقط الآي برينت لازم نوفروا جهاز معين سكان، ولا يمكن التقاط بصمة العين من خلال كاميرا عادية. لازم جهاز خاص لكي تلتقط بصمة العين، ولا يمكن على الإطلاق من خلال كاميرا تلفزية التقاط بصمة العين. هذا غير ممكن على الإطلاق. إذا يا أصدقائي ننتقل إلى الموضوع الثاني. يقول بعض الضراطين أنه يمكن تحديد بصمة الصوت. والله نفس الشيء، هؤلاء الضراطين لا يملكون أي أدنى فكرة على بصمة الصوت أو العين. الفويس برينت DNN أو Deep Neural Network، الفورم تاع الفويس برينتين تعتمد على several things. من الغير ممكن أن يتم تحديد بصمة الصوت، وهذا مجرد أكاذيب وخزعبلات. يمكن تحديد بصمة الصوت إلا وإذا كانت هناك نسخة للصوت مطابقة للشخص في قاعدة البيانات الاستخبارات. وهناك يعني voice matching. هذه الميثود اسمها voice matching. مثلا أنا عندي 50 شخص لديهم نفس البيتش تاع الصوت تاعي، ولتحديد بصمة الصوت الحقيقية يجب استخدام أجهزة تسجيل خاصة، وليس هذا الميكروفون نتاع 500,000 أو 200,000. لا، يجب استخدام نوع خاص من الميكروفونات لتحديد بصمة الصوت الحقيقية. وحتى ولو تم تحديد بصمة الصوت الحقيقية يبقى الأمر فيه نسبة تقريبية 58%، لأن الفويس ماتشين يتطابق مع عديد من الطبقات. البصمة الوحيدة هي بصمة العين باستخدام أجهزة، نعم،
بصمة الأصبع وبعض أعضاء الجسم أخرى، لكن من غير ممكن تحديد بصمة الصوت. ننتقل إلى الموضوع الثالث على يعني خطورة هذا المجال. يعني يقول البعض أنه يمكن تحديد جسم المستضيف، وهؤلاء الأغبياء مجددا ومجددا لا يدركون أي شيء في مجال الاستخبارات أو الأمن المعلومات. أنا أستخدم البونج الصناعي. لماذا؟ لكي أموه جسدي. أي أنا قمت قبل هذا اللقاء باستخدام بعض من البونج الصناعي لتمويه جسدي وشكله. كما تلاحظون في قناة البلاد كنت بهيئة أخرى، في قناة الشروق أيضا كنت في هيئة أخرى، ليس نفس الشخص من حيث البنية الجسمية. ودائما أفعل ذلك إذا كان لدي مثلا لقاء على بعد شهر أو شهرين، نحاول نغير من البنية نتاعي، نحبس مثلا الجيم، نقعد في الدار، نأكل كثير، وهذا من أجل تمويه الجسد الخاص بي. وأيضا استخدام بعض الأدوات الخاصة لا أريد ذكرها. لكن بطبيعة الحال الأغبياء أكلوا هذا الطعم. دائما تنجح هذه الأمور، وأنا أستخدم هنا في هذا اللقاء العديد من أساليب التمويه، لكن لا أستطيع أن أذكرها كلها. ويقول البعض أن يمكن تحديد مكان أو شخص. يا أغبياء، أنا أسافر إلى كل الدول وليس مثلكم فقط أنا متواجد في الجزائر. أي لدي هذا البيت، لدي بيت آخر في دولة أخرى، ولدي عدة شقق في أماكن مختلفة نحو العالم. وأنا دائما أستخدم الجانب الأمني الحسي. وكانت هذه الصحفية والطاقم كله معصوب العينين عندما التقى بي، ولا يستطيع أبدا تحديد المكان. هذا أول شيء. ثاني شيء، أو قائد الشاحنة أنا أمرته بأن يحضرهم وليس هم، أي أنهم يعني التقاهم في مكان ما بعيد جدا وعصب لهم عينيهم ثم جاءوا إلي. يعني هذا أمر سهل جدا. إذن هؤلاء الأغبياء يجب أن يخرسوا ولا يتحدثوا في هذا المجال، لأنهم ليسوا مأهولين به. وإذا كان همهم النباح والصراخ من الغيرة والحسد فمرحبا، أعلم أن الكثير لديه العديد من الوقت وليس لديه إنجاز أو نجاح، فيستطيع فقط النباح والصراخ. وشكرا إليكم وتحياتي إليكم جميعا.